السلام عليكم. دايرين لاباس بخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير. شهر رمضان مبروك. اليوم غندير مسمن معمر بالشعريه الصينيه والزيتون. كنحتاجو الدقيق الابيض ودقيق القمح الكامل مع الزبده. هادشي بالنسبه للعجين. اما بالنسبه للحشوه كنحتاجو البصله مشلضه، صدر الدجاج مسلوق ومقطع، الشعريه الصينيه في ماء غليان تقريبا 4 دقائق مقطعه، انا مخليهاش طويله. ملي تنحيدها تنخوي عليها الماء بارد وخليها تصفى. الزيتون الخضر والزيتون الكحل، الهريسه، عندنا العطريه، خرقوم، قزبر الكارم، الكمون، التحميره والملح. عندنا ايضا الفلفله مقطعه، الا كانت ملونه احسن، ما كانش الخضره كافيه. دابا غندوز نصوب الحشوه. في مقله غادي ندير الزيت البلديه والزيت العاديه سخن، غادي نحط عليهم البصله ونخليها تشحر. نبقى نحرك فيها تتشحر مزيان ونحط عليها صدر الدجاج. من بعد نحط الفلفله وخليهم يتشحروا مع بعضياتهم. من بعد كنزيد العطريه، نحرك، نزيد عليهم الزيتون والهريسه ونحرك ثاني تينسجموا مع بعضياتهم. عاد نزيد عليهم الشعريه الصينيه، حركهم، حركها مزيان ونخليها تتبرد. نطفي عليها النار ونخليها تتبرد. دابا غادي ندوز نصوب العجين اللي هي الدقيق الابيض مع دقيق القمح الكامل، شويه الزبده، معلقه صغيره ديال الخميره، شويه الملح. نعجنها مزيان. نعجنها مزيان، ندلكها كتبغي تدليك، ما تكونش العجينه جاريه باش تجينا مزيان. نغطيها تترخف، نكملها نغطيها تترخف، نعاود نرجع مره ثانيه ندعكها. ملي تترخف كنقطعها. باش نسرحها عندنا دابا الحشوه جاهزه، وعندي الزبده والزيت باش غنورق. كنسرحها على هذا الشكل مزيان، وندهنها بشويه الزبده مع الزيت، ونحط الحشوه في الوسط. صافي نجمعها على هذا الشكل هذا. تناخذ هاد الجهه تنحطها هكا، نحط الجهه الثانيه
نرجع للقنت تنحطو هكا الفوق، والقنت الثاني كنخليه لتحت باش كتبقى الحشوه في الوسط. كنديرها في اللاطه، نعاود نقرصها، ندير الفران يسخن، تيسخن ندخلها. صافي ملي كطيب تنخرجها، وكيكون الشكل ديالها النهائي هو هذا. كيجي طعمه لذيذ، كنتمنى تجربوه. الحشوه نقدروا نستغناو على الدجاج، نقدروا نعوضوه بالحوت ولا باللحم، نقدروا نخليو بلاش، الخضره كافيه. الصحه والراحه.